بعد فترة غياب لأكتر من سنتين بيرجع لنا النجم الكبير محمد إمام للماراثون رمضان القادم لسنة 2024 من خلال مسلسل جديد. ايه تفاصيل المسلسل وأبطاله وأحداثه؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه في حلقتنا النهاردة. فيا هلا والله عليكم متابعي قناة رمضان، مشرفنا في فيديو جديد. حلقتنا بإذن الله النهاردة هنعرف فيها تفاصيل مسلسل النجم الكبير محمد إمام اللي هيشارك بيه رسميا في الماراثون رمضان القادم. فلو عاوز تعرف كل تفاصيل المسلسل وأحداثه فكمل معايا الحلقة لحد الآخر، وانزل ادعم الفيديو بلايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نصلي على النبي ونخش في الحلقه على طول. من كام يوم تم التعاقد رسميا من قبل الفنان محمد امام على المسلسل اللي هيشارك بيه في الماراثون الرمضاني القادم لسنه 2024 رسميا، وده بعد فتره غياب لاكتر من موسمين، بعد غيابه عن موسم رمضان 2023 وموسم رمضان 2022 واللي كان اخر مسلسل ليه، واللي كان مسلسل النمر واللي تم عرضه في موسم رمضان 2021 واللي ساعتها اخد افضل مسلسل في الماراثون الرمضاني 2021. وساعتها المسلسل حقق نجاح كبير جدا، وكمان كان بيضم كوكبه كبيره جدا من النجوم، ابرزها النجم الكبير بيومي فؤاد والنجم رياض الخولي والنجم نرمين الفقي، وما ننساش طبعا النجمه الكبيره هنا الزاهد. والمسلسل كان ضامن كل الكوكبه ديت، وساعتها المسلسل حقق نجاح كبير جدا. فمسلسل النمر كان طفره كبيره للنجم الكبير محمد امام في الدراما، وكل الناس توقعت ان هو هيرجع لنا لموسم 2022 بمسلسل جديد، ولكن بنستغرب وما بنلاقيش محمد امام باي مسلسل في موسم رمضان 2022. طبعا ده موسم 2022 قلنا اكيد هيبقى معانا في الماراثون رمضان القادم لسنه 2023، وبرده الكلام غلط وما شاركش معانا باي مسلسل في الماراثون الرمضاني الماضي 2023. وهنا استغرب الجمهور بسبب الفتره الكبيره اللي غابها محمد امام عن الدراما، وقالوا ان هو مش هيقدم مسلسلات وهيفضل يقدم افلام بس، ولكن الكلام غلط. وتم التعاقد بشكل رسمي من قبل محمد امام على المسلسل اللي هيشارك بيه في الماراثون رمضان القادم لسنه 2024. طب ايه سر غياب محمد امام عن الموسمين 3 اللي فاتوا دول؟ سبب الغياب ان محمد امام طلع وقال في اكتر من لقاء تلفزيوني ان هو مركز الفتره ديت على السينما، وفعلا قدم لنا افلام كتيره، ابرزهم طبعا فيلم عمهم اللي حقق نجاح كبير جدا واللي كان اخر فيلم للنجم الكبير محمد امام. ده غير كمان فيلم ابو نسب اللي هيتعرض قريبا جدا في السينمات واللي هيكون من بطوله النجم الكبير محمد امام. وفيلم ابو نسب طبعا صديقي هيكون من بطوله برضه كوكبه كبيره جدا من النجوم، ومن ابرز النجوم دول طبعا هيكون النجم الكبير محمد امام والنجمه ياسمين صبري وماجد الجدواني ووفاء عامر وهالة فاخر. طبعا الفيلم هيدور حول اطار درامي كوميدي حول شخصيه طبيب، واللي طبعا هو النجم الكبير محمد امام اللي بيدخل في العديد من الصراعات بسبب ازمه النسب والمشاكل اللي بتحصل ما بين العائلات بسبب هذا الامر. فبالتالي فيلم ابو نسب هيتعرض قريبا في السينمات المصريه، وطبعا منتظر بشكل كبير جدا. ومحمد امام بيقول ان هو ده اصعب فيلم تم الانتهاء من تصويره واصعب فيلم قدمه وصوره في حياته. ان شاء الله الفيلم يحقق نجاح كبير جدا. نرجع بقى للنجم الكبير محمد امام في الماراثون رمضان القادم لسنه 2024. طبعا مسلسل محمد امام في الماراثون رمضان القادم لسنه 2024 المسلسل هيتكلم عن الدراما الشعبيه اللي بيتميز بيها النجم الكبير محمد امام حول شاب بيدخل في العديد من الصراعات ما بين العائله بتاعته والعائلات المجاوره ليه. ومحمد امام هيكون بيجسد شخصيه بطل شعبي او شخص شعبي في منطقه شعبيه في احدى مناطق القاهره، وساعتها محمد امام هيقدم دور مميز جدا بيتميز بيه. ومحمد امام قدم لنا الدور الشعبي ده في اكتر من مسلسل، اهمهم طبعا مسلسل النمر زي ما قلت لك تفاصيله من شويه صغيرين، وكمان مسلسل هوجن اللي كان طفره كبيره جدا لمحمد امام في الدراما المصريه، واللي تم عرض مسلسل هوجن في موسم رمضان 2019، وساعتها المسلسل حقق نجاح كبير جدا في الماراثون الرمضاني في الوقت دوت. ومسلسل هوجن كان من بطوله كوكبه كبيره جدا، ابرزهم محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله واسماء ابو اليزيد وميرنا نور الدين وغيرهم كتير من ممثلين شاركوا خلال احداث المسلسل. مسلسل بقى صديقي محمد امام في الماراثون رمضان القادم لسنه 2024 مش هيكون من اخراج المخرجه الكبيره شيرين عادل اللي اخرجت لمحمد امام مسلسل النمر وكمان مسلسل هوجن، لكن هيبقى من اخراج المخرج الكبير احمد شفيق عزب ومن تاليف المؤلف الكبير احمد عبد الله. يعني المسلسل يا صديقي هيكون قوي جدا 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 في الماراثون رمضان القادم لسنه 2024. وطبعا اول ما نسمع محمد امام في ماراثون رمضان يبقى بنلاقي منافسه كبيره جدا من محمد امام، وكمان بنلاقي المسلسل بتاعه بيحقق نجاح كبير جدا وقت العرض بتاعه. طبعا من ابرز المسلسلات اللي قدمها محمد امام زي ما قلت لك طبعا مسلسل النمر ومسلسل هوجن، وكمان مسلسل فرقه ناجي الله اللي كان مع ابوه الزعيم الكبير عادل امام، وكمان مسلسل لما لقيت اللي حقق نجاح كبير جدا وقت عرضه برضه. ولكن بقى يا صديقي محمد امام هيكون بشكل مختلف جدا في موسم رمضان
2024. لسه لغايه دلوقتي ما ظهرش طبعا اسم مسلسل النجم الكبير محمد امام في المارس رمضان القادم، ولكن خلال الفتره المقبله هنعرف اسم المسلسل والتفاصيل اكتر عنه. وكمان اسم المسلسل كان الناس بتقول ان هو هيبقى اسمه الشبح، ولكن الكلام ده غلط. ومحمد امام في المارس رمضان القادم لسنه 2024 مسلسله هيكون تحت اسم قوي جدا مش اسم زي الشبح. اما بقى ابطال المسلسل فيشارك النجم الكبير محمد امام خلال احداث المسلسل النجمه الكبيره ميرنا نور الدين، والنجم هالة فاخر، والنجم الكبير صلاح عبد الله، وكمان النجم الكبير رياض الخولي، وغيرهم كتير من الممثلين هيشاركوا في احداث مسلسل النجم الكبير محمد امام. وهينضم للمسلسل كمان النجم الكبير ماجد المصري. يعني المسلسل بيقول من النجوم اللي فيه ان هو هيكون مسلسل قوي جدا جدا في موسم رمضان 2024، وهينافس مسلسلات قويه جدا زي مسلسل جعفر العمده الجزء الثاني، وكمان مسلسل الركن من بطوله النجم الكبير يوسف الشريف، وكمان مسلسل صديقي الحشاشين اللي هيكون من بطوله النجم الكبير كريم عبد العزيز. يعني محمد امام داخل في وسط معجنه قويه جدا، ولكن انا براهن عليه وهيكون مسلسله مختلف جدا في المارس رمضان القادم لسنه 2024 باذن الله. مسلسل محمد امام في المارس رمضان القادم هيتم عرضه على قناه الحياه في مارس رمضان 2024، وقناه الحياه طبعا هي اللي بتعرض كل مسلسلات محمد امام خلال السنوات اللي فاتت. وابرز المسلسلات اللي عرضتها قناه الحياه لمحمد امام طبعا مسلسل هوجن ومسلسل النمر. كده يا صديقي اكون وصلت لنهايه حلقه النهارده، واكون عرضتك تفاصيل مسلسل النجم الكبير محمد امام في المارس رمضان القادم لسنه 2024. لو عجبتك الحلقه انزل ادعم الفيديو بلايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مدافع فويس اوفر محمد يسري من قناه رمضان. بشرفنا اشوفكم في فيديو قادم هنا على نفس القناه. يلا سلام.